لو انت بتدعي بالطريقه دي يبقى انت في خطر. من قريب كان حد بيحكي ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ابتلاء كبير جدا لدرجه ان هو اجل فرحه ودراسته وحاجات كتير، وكان بيحكي انه قبل بالظبط ما ربنا يبتليه كان عمال بيدعي يا رب كل الذنوب اللي عليا خلصها لي في الدنيا. الحقيقه ان النيه جميله جدا، خايف من ربنا سبحانه وتعالى ومن عذابه، بس لو انت بتدعي بالطريقه دي اعرف ان انت كده بتدعي عكس السنه، وكمان كده انت مش فاهم صفات ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى واسع، يعني عنده المتسع انه يتوب عليك ويعفو عنك ويعافيك في الدنيا والآخرة. في مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيزور راجل، الراجل ده كان مريض جدا لدرجة ان هما بيشرحوا في الحديث ان هو كان عامل زي الفرخ، زي الطير، عشان الطير بيكون ضعيف وزنه قليل وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حس ان دي مش حاجة طبيعية، فسأله هل دعوت الله بشيء؟ انت دعيت ربنا سبحانه وتعالى حاجة؟ قال نعم، اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يا رب لو انت هتعاقبني بأي حاجة في الآخرة خلصها لي في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد وقال له لا تطيقه، دي حاجة انت ما تستحملهاش، فهلا دعوت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وساعتها النبي صلى الله عليه وسلم دعاله وربنا سبحانه وتعالى شفاه من المرض. فبالتالي خليك عارف ان ربنا سبحانه وتعالى واسع، يغفر لك وكمان يرزقك خيرات الدنيا والآخرة. فادعي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.